زمان كنت فاكر عشان تاخد تجربة السينما في البيت فانت محتاج تعمل بقى أوضة سينما كبيرة في فيلا أو في بيت كبير، وسيت اب هيتكلف ألوفات كتير وسماعات كتير جدا عشان تاخد نفس التجربة بالأصوات المحيطية اللي حواليك. لكن الموضوع دلوقتي بقى مختلف تماما، وممكن بسيت اب يتكلف أقل بكتير تاخد نفس التجربة دي في الصالة عادي جدا. وأنا هخليكم تشوفوا وتسمعوا بنفسكم عشان تقدروا تتخيلوا الأداء بتاع السيت اب ده عامل ازاي. والسيت اب عبارة عن 3 عناصر، 2 منهم أساسيين وهو التلفزيون والسماعات، والعنصر الثالث ده هو الابل تي في. لكن ده مش اهم عنصر فيهم، ممكن تستغنى عنه، لكن انا هقول لكم ليه انا بفضل استخدمه وايه مميزاته. والاول تعالوا نشوف التلفزيون. التلفزيون اللي عندي هو ال جي سي 1، والتلفزيون ده عندي بقاله سنتين وهو مش اجدد تلفزيون، نزل بعده سي 2 سي 3. لكن التلفزيون من ساعه ما جبته ما عنديش اي سبب يخليني ابقى عايز اغيره، لانه بيديني كل حاجه محتاجها باحسن جوده في المشاهده وفي الجيمنج. انت مش محتاج تاخد اجدد نسخه عشان تاخد احسن تجربه. والتلفزيون ده بيجي بشاشه اوليد بتدعم الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 برو، وطبعا ده بيديك ميزه الدايناميك رينج العالي جدا. الاسود بيكون اسود حقيقي، الوانه حلوه جدا، وطبعا لما تتفرج على فيلم بخاصيه الدولبي فيجن هتاخد تجربه مميزه ومن احلى الصور اللي ممكن تاخدها من اي تلفزيون. ده غير ان جوده المشاهده عليه من زوايا مختلفه كويسه جدا. وبالنسبه للجيمنج فهو بيدعم جيمنج بجوده 4K HDR على 120 فريم في الثانيه بالاربع منافذ ال HDMI 2.1 اللي موجودين في التلفزيون، وسرعه الاستجابه عليه اقل من 1 ملي ثانيه، وبيدعم خاصيه ال VRR لسرعه الترددات المتغيره. ولو حابب توصل كمبيوتر جيمنج عليه فهو بيدعم خاصيه انفيديا جي سينك و AMD فري سينك. وانا بلعب عليه البلاي ستيشن 5 ومديني تجربه مميزه، واول ما بتشغله بيدخل في وضع الجيمنج وبيديك كل اعدادات الجيمنج المختصره عشان لو عايز تغير اي حاجه فيها بشكل سريع. ومن الاربع منافذ ال HDMI اللي موجودين واحده منهم بتدعم خاصيه ال AR، ودي اهم وصله في السيت اب ده عشان بنوصل عليها اهم عنصر في السيت اب وهو السماعات. والسماعات هنا عباره عن ساوند بار مع سماعتين خلفيتين وسب ووفر، ودول من شركة سامسونج والموديل بتاعه ال HWQ990B. بس ده مش أي ساوند بار، الساوند بار ده بيدعم الدولبي أتموس وفيه 11.1.4 قناة، وده رقم مبهر جدا. وخلينا اشرح لكم ليه. ال 11 اللي في الرقم ده هم عبارة عن ال 11 سماعة اللي في المحيط الأفقي بتاعك، منهم 7 في الساوند بار ده، 2 منهم في جنب الساوند بار، واتنين في جنب الساوند بار لكن باصين بزاويه لقدام شويه، وثلاثه قدام الساوند بار موجهين عليك. وكل سماعه من اللي وراك فيها سماعه من الجنب وسماعه من قدام موجهه عليك، فكده الصوت لافف حواليك في المحيط الافقي 360 درجه. والواحد اللي في الرقم ده هو بيرمز لعدد السب ووفر اللي موجودين في السيت اب، وهو واحد بس، والاداء بتاعه خرافي. اي ضرب او انفجارات او خبط هتحس بيهم كانهم موجودين عندك في البيت. طيب الاربعه اللي في الرقم دول بيرمزوا لايه؟ دول بيرمزوا لعدد السماعات اللي موجهين لفوق عشان يديك صوت محيطي من فوقك، وهما 2 في الساوند بار وواحده في كل سماعه من السماعات اللي وراك. ويعني ايه صوت محيطي من فوقك؟ يعني مثلا لو في الفيلم لو في طياره معديه هتسمع صوت الطياره وهي بتتحرك من يمين لشمال مثلا. لو في صوت هليكوبتر، لو في صوت اي حاجه فوقيك هتسمعها كانك جوه الفيلم بالظبط. وده اللي بيحلي تجربه المشاهده على التلفزيون ومع السيستم ده. معنى كده ان احنا لو جمعنا عدد السماعات اللي موجودين في السيت اب فهم 15 سماعه في سيت اب يعتبر بسيط جدا، وده هيديك تجربه ممتازه. وزي ما قلت ان الساوند بار ده هو اهم عنصر في السيت اب بتاع الهوم ثياتر، لان السيت اب ده هو اللي بيحسسك فعلا ان انت جوه السينما. الاصوات المحيطيه من يمينك ومن شمالك ومن فوقك فعلا تجربه خرافيه، والصوت بتاعه والاداء بتاعه رهيب. ده غير ان انا اصلا اوقات كتير بسمع صوت جرس في الفيلم بفتكره فعلا عندي في الشقه، بسمع صوت خبط بفتكر ان الخبط ده مثلا حصل جوه. فعلا تجربه ممتازه. واول ما تشغل الساوند بار ده لازم تشغل خاصيه السبيس فيت ساوند، ودي بتخلي الساوند بار بيحلل المكان اللي انت فيه عشان يعرف يوزع الصوت ويبقى مالي المكان اللي موجود عشان يديك احسن تجربه. وانا جربت قبل الاختبار وبعد الاختبار وفعلا فرق كبير جدا ما بينهم. والصوت بتاع الساوند بار ده هو صوت قوي وصوت عالي ومسموع، قليل جدا لما بحتاج ان انا اعلي الصوت لحد 30%. انا معظم الوقت ببقى معليه لحد 26 او اقل كمان. يمكن ما بحتاجش ان انا اعليه غير لو بتفرج مثلا على فيلم او حاجه قديمه وهي اصلا صوتها ضعيف، عشان كده انا مضطر ان انا اعلي الصوت. ده غير ان الساوند بار ده فيه خاصيه اسمها الكيو سيمفوني، ودي خاصيه بتشتغل مع تلفزيونات سامسونج الجديده اللي بتدعم الخاصيه دي. ودي بتخلي الساوند بار بيستغل السماعات اللي موجوده في التلفزيون عشان يشغلها معاه في السيت اب ده.
لكن انا بالنسبه لي الموضوع ما كانش فارق معايا. ال10 او ال20% اللي انا هاخدها تحسن من الكيو سيمفوني ده تغنيني عن ان انا اخد تجربه بالشاشه الاوليد بالدولبي فيجن، ودي اللي هتحلي تجربه المشاهده. عشان انت لما تيجي تتفرج على فيلم جديد بخاصيه الدولبي فيجن على شاشه اوليد، التجربه دي هتبقى تجربه احسن كمان من تجربه السينما، لان السينما ده بروجيكتور، ومهما كان الاداء بتاع البروجيكتور هيكون عامل ازاي مش هيغلب الاوليد تي في بخاصيه الدولبي فيجن. وقبل ما ابتدي اختبار الصوت عايز ااكد على حاجه. لو انت حابب تعمل سيت اب لنفسك، اتاكد قبل ما تشتري الساوند بار ايه الخاصيه اللي موجوده في التلفزيون، هل في منفذ اي ارك ولا ارك، عشان تجيب الساوند بار زيه، لان طول ما الاتنين زي بعض هيديك اداء كويس جدا. لكن انا مثلا غلطت غلطه وكان عندي تلفزيون بيدعم الاي ارك والساوند بار ارك، والتجربه كانت سيئه جدا، وكنت بضطر ان انا اعليه لحد 100% عشان بس اعرف اسمع الصوت. لكن طالما الاتنين مثلا اي ارك هتاخد تجربه ممتازه، حتى لو الاتنين ارك بس برضه هتاخد تجربه كويسه. فدي حاجه تعمل حسابك عليها قبل ما تبتدي تعمل سيت اب بتاعك. ودلوقتي تعالوا نسمع صوت التلفزيون من غير ساوند بار عامل ازاي. وعشان تاخد احسن تجربه فانا انصحكم ان انتوا تلبسوا سماعات في ودانكم. تعالوا نسمع مع بعض. دلوقتي بقى تعالوا نسمع صوت الساوند بار ده عامل ازاي ونسمع الفرق. طبعا فرق شاسع ما بين الاثنين. واخر عنصر هو الابل تي في، وانا هنا بستخدم اخر جيل من الابل تي في، وده عشان هو بيدعم دولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس بجوده 4K لحد 60 هرتز. واهم سبب ان انا اخترت الابل تي في ده هو عشان واجهه استخدام بتاعته البسيطه. كل التلفزيونات الذكيه فيها كل التطبيقات اللي هتحتاجها، لكن بالنسبه لي الواجهه واستخدام الابل تي في والريموت بتاعه احسن من اي تلفزيون. تقدر تبحث بصوتك في اي تطبيق بسهوله جدا، ده غير انه مربوط في منظومه ابل وهتقدر تتحكم بيه من تليفونك. حتى لما تيجي تبحث عن حاجه او تكتب حاجه او حتى تملى يوزر نيم او باسورد تقدر تعمل كده من التليفون على طول، وانت مش هتحتاج تستخدم حاجه غير الريموت البسيط جدا ده. تقدر تشغل وتطفي التلفزيون، تعلي او توطي السماعات، ومن الاعدادات تقدر تصحح الالوان بتاعه الابل تي في على التلفزيون، وده عن طريق الكاميرا السيلفي اللي على الايفون عشان يطلع لك ادق الوان في التلفزيون. وطبعا عليه تقدر تشغل تطبيق الفيتنس بلس لو حابب تتمرن، واهم تطبيق هو الابل تي في، مش عشان الخدمه اللي باشتراك، لكن عشان كل الافلام الجديده بتنزل عليه بعد فتره قصيره قوي لما تتشال من السينما، وتقدر تشتري الفيلم ويفضل عندك على طول بتمن تذكره سينما واحده او اقل كمان، او تاجره وهيفضل عندك 48 ساعه بسعر اقل من نص ثمن الفيلم او تذكره السينما، وتقدر تتفرج عليه اكتر من مره في الفتره دي. وانا هنا موصل الابل تي في مباشره على الساوند بار، والصوره بتتنقل من الساوند بار للتلفزيون عن طريق وصله الاي ار. وانا عملت كده ليه؟ لان انا جربت ان انا اوصل الابل تي في على التلفزيون، فالصوت بيتنقل من الابل تي في للتلفزيون ومن التلفزيون للساوند بار. التجربه كانت كويسه، لكن بالطريقه دي بتديك تجربه صوت احسن، لان الصوت بيتنقل على طول من الابل تي في بيطلع دولبي اتموس على الساوند بار. وده كده السيت اب بتاعي. وزي ما قلت اهم حاجه في السيت اب هو الساوند بار بال15 سماعه اللي فيه، اللي بيدوا اداء خرافي، اللي بيحسسوك فعلا ان انت جوه السينما وعندك في الصاله عادي جدا. طبعا مش شرط انك تجيب نفس الاجهزه بتاعتي، بس انا حبيت اديكم افكار لو حابين تعملوا سيت اب شبهه، او حتى تستوحوا منه او تعملوا حاجات شبيهه زيه. واكتبوا لي تحت في الكومنتس رايكم ايه في السيت اب ده، ولو عندكم اجهزه بديله لاي حاجه احنا اتكلمنا عنها برضو اكتبوا لي تحت في الكومنتس. ولو عندكم سيت اب مثلا سواء سيت اب جيمنج او سيت اب مسرح منزلي او اي سيت اب انتم بتستمتعوا بيه، نزلوه على اي موقع من السوشيال ميديا سواء انستجرام، فيسبوك، تويتر، ثريدز، واعملوا لي تاج فيه عشان اشوف. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم،
وشير، وتابعوني عشان ما تفوتكوش الفيديوهات الجايه. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.